السلام عليكم. دلوقتي هنعمل مع بعض قرص بالعجوه، طريقه سهله جدا وبسيطه. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا. عندنا كيلو دقيق، تمام، عندنا شويه من السمسم ده متحمص، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه ملح، وعندنا كوبايه سمنه سايحه، وعندنا العجوه. دلوقتي بقى هنحط كل المكونات دي، السمسم والسكر والملح، وهنقلبهم كويس جدا. ودي دلوقتي زي ما انتم شايفين قلبنا الخميره والسكر والملح وشويه السمسم. لو انت مش حابه تحطي سمسم جوه القرص عادي براحتك. دلوقتي بقى نحط السمنه، هنقلبها كويس جدا. احطها بقى واقلبها كده. قلبنا السمنه في الدقيق كويس جدا. دلوقتي بقى عندنا لبن، كيلو دقيق بياخد عليه نص كيلو لبن. بسم الله. هنلم بقى العجينه بتاعتنا باللبن. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين لمينا العجين بتاعنا باللبن. الكيلو دقيق خد بالظبط نص كيلو لبن. بنلم العجين طبعا كويس جدا لحد ما العجينه تبقى بصوا ملزقه ملبن معانا. بصوا دلوقتي بقى نقطعها مع بعض على قد ايه القرصه بالشكل ده اهو كده. نحطها في صينيه. نقطع بقى كل الكيلو اللي معانا ده، اقطعه هوريه لكم اول ما اخلص. ودي دلوقتي زي ما انتم شايفين قرصنا بقى القرص بتاعتنا. دلوقتي بقى هنغطيها بفوطه، اول لما تختمر بقى اوريها لكم. ودي دلوقتي زي ما انتم شايفين القرص بتاعتنا اختمرت. دلوقتي بقى نمسك واحده نعملها بالشكل ده. عندنا العجوه مكورينها، نحطها هنا، نقفل عليها، ونفردها. عندنا الصينيه رشه بسيطه من السمنه. هعمل بقى معاك واحده كمان. دي زياده ونشيلها. خلص بقى اوريها لكم. ودي دلوقتي زي ما انتم شايفين طلعنا القرص بتاعتنا من الفرن. بصوا جميله ازاي، طعمها حلو جدا وطريه وجميله. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقه دي. عملت نصهم ساده والنص التاني بعجوه. بصوا الساده بردك حلوه وطريه. بصوا. وادي دلوقتي زي ما انتم شايفين طريقه القرص دي بطريقه ماما. بصوا هي اللي عاملاها على فكره، قايله لي المقادير وهي اللي قالت لي اعملها ازاي. تسلم ايدك.